عرفت يا بنت خطيبك ان انا عيد ميلادي النهارده؟ لا يا ماما، ما جاتش مناسبة عشان اقوله. خلاص كلميه كده في التليفون، اتصلي بيه وبطريقة غير مباشرة كده قوليله مش النهارده عيد ميلاد ماما، هو كده ولا كده اصلا كان هيجي النهارده. اشمعنى يعني يا ماما؟ هي هتفرق في ايه؟ هو ايه يا بنت اللي تفرق في ايه؟ طبعا تفرق. هتلاقيه جاي كده معاها علبة كده شكلها حلو قطيفة فيها كده اسويرة ولا غواشة ولا سلسلة كده ولا حاجة ولا دلاية. طيب يا ماما حاضر. انت رايحة فين يا نصيبة؟ انت رايحة على فين؟ هدخل اوضتي يا ماما. اتصلي يا بنت بيه دلوقتي في التليفون. حاضر يا ست ماما. بقولك ايه، لو ما جابش حاجة في ايده هو جاي ما تغمنيش بقى كده وتنكدي عليا اليوم. استني اسكتي بس عشان هيرد. الو، ايوه يا شريف، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ بقولك ايه، النهارده عيد ميلاد ماما، هتحضره؟ احنا هنعمله الساعة 6 كده. بتقول ايه؟ هتيجي الساعة 8؟ طيب يا حبيبي ما تتأخرش علينا بقى. يلا يا حبيبي سلام. انا عملت اللي انت عايزاه يا ماما، بس انا بقولك ايه، انا عارفة هو مش هيجيب حاجة. ان شاء الله عنه ما جاب حاجة، هو انا يعني مستنية حاجة منه؟ قال ايه البت تقول له عيد الميلاد الساعة 6 يقول لها انا هاجي الساعة 8؟ كل ده عشان ايه؟ ما يجيبش هدية معاه وهو جاي الإيحة المعفن. اهلا يا شريف، ازيك؟ اهلا يا ابني. جاي وجايب معاه ورد، يلا يمكن يكون جوه الورد دوت حتة خاتم ولا حاجة. من فضلك يا ماما اعملي لنا حاجة نشربها. حاضر يا بنتي. اتفضلي يا حبيبتي، الورد الجميل دوت علشانك. الله، حلوة قوي قوي يا شريف وريحته جميلة. الله يا شريف، ذوقك حلو قوي في الورد، بجد بجد ذوقك تحفة. طبعا ذوقي تحفة، مش اخترتك من وسط البنات يا حبيبتي. ما تكسفنيش بقى يا شريف. بقولك ايه، لما ماما تيجي كده قول لها كل سنة وانت طيبة كده ولا حاجة. انت نسيت ان النهاردة عيد ميلادها ولا ايه؟ مش انا قلت لك في التليفون؟ طبعا لما تيجي دلوقتي هقول لها كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا حماتي. وانت طيب يا اخوي. بس هي كل سنة وانت طيبة كده حاف. يعني ايه يا حماتي حاف؟ مش فاهم. هو ايه اللي مش فاهم يا سي شريف؟ انت هتعمل نفسك عبيط؟ انا مش عبيط ولا حاجة يا حماتي، بس خير يعني في ايه؟ يعني النهاردة عيد ميلاد حماتك، اقل حاجة كده تدخل عليها بعلبة فيها خاتم دهب ولا غوشة دهب ولا اي حاجة كده يعني. معلش يا حماتي، اصل انا كنت في الشغل وطلعت من الشغل جيت على هنا على طول. ليه يا اخوي؟ ما انت طلعت من الشغل اهو، رحت اشتريت بوكيه ورد للبيت اهو، جبت وجيت على طول. يعني الهدية بتاعتي هي اللي كانت هتعملك؟ خلاص يا ماما بقى اهدي كده، مفيش حاجة خلاص. والله يا حماتي محل الورد ده جنب الشغل بتاعي على طول، يعني انا طلعت من الشغل يا دوب جبت البوكيه الورد وجيت عليكم على طول. طب كنت يا اخويا كلف نفسك كده وامشي شوية لحد الصاغة ولا محل الذهب، هات لحماتك هدية كده ولا اي حاجة ذهب من المحل وتعالى، بدل ما انت جاي كده ايد ورا وايد قدام بلا وكسي. يا ماما خلاص بقى يا ماما. خلاص يا حماتي، ليك عليا السنة الجاية اجيب لك احلى هدية. هو انا يا اخويا عيلة بتسكتني؟ بتاخدني على قد عقلي؟ لا يا ماما، الهدية بتاعتك بقى المرة الجاية انا اللي هختارها لك على ذوقي. يا اختي، وتضحكي عليا بقى كده بعباية ولا جلابية؟ ما هو انا كنت عارفة ان هو ده اللي هيحصل، كنت عارفة انك هتيجي ايد ورا وايد قدام وما انتش هتجيب حاجة. ماشي، المستخسر في حماته كده حتة دهب ولا اي هدية حلوة كده عليها القيمة تخلي ايد ورا وايد قدام. ماشي. بقول لك ايه، امسكي كوباية العصير بتاعتكم كده عشان انا خلاص نفسي السدت، ما عدتش ليا نفسي، ما عدتش عايز حاجة. هات هات. انا مش فاهم بصراحة كده، امك عايزة ايه؟ وفي حد بيطلب من حد هدية بالطريقة دي؟ ايه ده؟ ايه اللي هي عملته ده؟ انا مرضتش ارد عليها برضو ولا احرجها، علشان ايه؟ ما بوظش الدنيا. بس والله العظيم كده ما يصح. هو استقطاع يعني ولا استقطاع؟ خلاص يا حبيبي روق كده بقى، هي خلاص مشيت. هو مش انا دلوقتي مطلوب مني ان انا اخلص الشقة بتاعتي واجهزها عشان التزم بالميعاد اللي انا متفق معاكم عليه، ولا اقعد بقى كده ايه اجي اروح اخلص فلوسي في حتة دهب وحتة مش عارف ايه؟ طب خلاص بقى يا شريف، ما تكبرش الموضوع كده تقعد متضايق. لا خلاص، انا خلاص عايز امشي عشان انا كده خلاص قفلت. لا والله لازم تقعد معايا، ده انا عامله لك حته اكله بقى، مكرونه وبانيه، انما هتعجبك قوي، نفسي تاكله معايا. لا والله انا خلاص نفسي السدت. لا والله خليك قاعد، انا ثواني وجايالك. عاجبك كده يا ست ماما؟ عكننت عليه وضايقتيه، ينفع الكلام ده؟ انا مش قلتلك لما تلاقيه داخل معهوش حاجه ما تشديش معاه وتعكنيني عليا وتنكدي عليا اليوم؟
انا عملت حاجه ولا شديت معاه؟ طب انت مش شايفاه هو داخل كده ايد ورا وايد قدام جاي كده من غير اي حاجه؟ ده ايه قله الذوق والجليطه بتاعته دي؟ طب وطي صوتك بقى يا ماما عشان ما يسمعش الكلام اللي بنقوله ويزعل مننا. بقولك ايه، طلعي لنا العشاء بقى كده يلا عشان ناكل. تاكلوا؟ اكل ايه يا اختي؟ هو يعني جاب حاجه وهو جاي عشان اطلع لكم اكل؟ عشان يا ماما عاملين مكرونه وبانيه عشان ناكل انا وهو. الله، في ايه بقى؟ اه يا اختي الكلام ده لو هو كان داخل علينا بحاجه، انما هو داخل كده يا مولاي كما خلقتني. وليا جعانه. عاجبك كده يا ماما؟ اهو سمعنا واحنا بنتكلم وزعل ومشي. عاجبك كده يا ست ماما؟ ينفع اللي عملتيه ده؟ ينفع يمشي زعلان مني كده ما عادش هيكلمني تاني؟ احسن يغور في 60 داهيه. قال داخل لي كده منفض مش عارف حتى يجيب شويه شوكولاته في ايديه المعفن. يعني هو بصراحه كده يا ماما يجيب لك دهب احسن ولا يروح يخلص الشقه عشان نتجوز فيها على طول يا ماما في الميعاد اللي اتفقنا عليه؟ وايه يعني لما كان يدفع 10,000 جنيه يعني ما يجيب لي بوم هديه؟ ايه يعني الدنيا كانت هتخرب؟ انا داخله اوضتي يا ماما، حرام عليكي، ينفع كده بوظت لي اليوم؟ احسن يا اختي خش اوضتك واتقمصي وهو كمان يتقمص، ده واد بخيل ومعفن. عموما انا مش عايزه حاجه من حد ولا مستنيه حاجه من حد، انا طول عمري نفسي عزيزه وعمري ما طلبت من حد حاجه ابدا ولا وطيت نفسي، الحمد لله.